بخليني اتجرأ واطلب منك طلب انه فعلا باقرب وقت لما تركني مع روحك ان تدوني تجربتك بالسفر، لانه ممكن تكون خلاصتها رسالة ايضا من حدا مثلك تخرج وبسنوات يفاعد شبابه كفتاة، يعني سافرت إلى مكان آخر ما بعرف عنه شيء. صحيح. ولا إنه فرنسا ولا إنجلترا. تنازع حب وطن، تنازع حنين، تنازع رغبة بالتعلم، تنازع روح الاكتشاف. هي خلاصة تجربة إنسانية بحملك مسؤولية إنك مقصرة بتدوين ما حصل في هذه السنوات الثلاث والنصف. صار عندي أيمن، حاولي تكتبي. أنا بدي أخذ بعين الاعتبار، بدي أخذ. أرجو إنك تحاولي تدوني. تخيل إنه أنا لما نروح على الحدائق شوف الشجر ألوان الأخضر فقط أكثر من 100 لون. تدرجات اللونية كلها. إذا أنت عم تغني روحك قبل ما تغني عيونك بألوان عم تعطيك السعادة، إنه هي عم تلفت نظرك. لما أنت بتروح على قرية بوشكين مثلا وبتجي سيدة عجوز كان عمرها بال70-75 سنة تضل عم تقرأ لي أشعار لإله وهي عم تمشي وأنا صبية صغيرة وعم إمتى بده يخلص. فأنا نسيت إنه أنا تعبانة، بس أنا عم بتطلع على قدرة هي الإنسانة وقديش عزتها، يعني قديه هي بتفتخر ببوشكين والشي اللي قاله. أنبل شيء بسردك لهي الحكاية قبل ما سكرها تبع السفر، تعرفي شو؟ أن كل هذا العالم السحري اللي سافرتي عليه واللي أدهشك سواء بشخصياته بألوانه باحترام موروثه لم يخفف ولم ينتزع منك الحنين لوطنك. أكيد. حقيقة هذه المشاعر النبيلة هي خلاصة الشيء اللي أنا بطريقة سردك يعني استوقفني، أنه رغم أنه رحتي على فسحة من الجمال إلى عالم مدهش لكن ضليتي حاملة وطنك بداخلك وضلت تفاصيله. بس مع ذلك بتعرف شغلة، أنه أنا بعد ما تخرجت اجتني فرص كتير لحتى تسافر لهونيك، آثرت أنه أنا تضل الذكرى اللي أنا احتفظتي فيها، احتفظت وكنت في يعني كنت موجودة فيها. رجعتي إلى دمشق بعد كل هذه السنوات، زدتي تحصيلك العلمي ورجعتي للعالم الاحترافي بالمهنة ورجعتي لنفس التفاصيل اللي كانت ما قبل السفر. حبك للمهنة استوقفني عن توليكي لمنصب تعليمي، رغم أنه أنا خلال علاقتي فيكي بعرف تماما أنه أنت بتمتلكي حس قيادة طفولي طبعا مشان ما ينفهم بالنفع الدكتاتوري للأشياء أو التسلط. أنت كنت تحبين القيادة بمعنى بتحبي الإدارة. أيوة، تسحبي مجموعة لفضاء مفرح ومبهج. يعني الدليل على انه اذا بتتذكر بالمعهد ما كان في عنا الروح، هذا انا مشانك يعني الدليل على انه اذا بتتذكر بالمعهد ما كان في عنا جهه تنظم رحلات. صحيح. فانا كنت انزل واحجز بولمان ونروح. هذا انا مشان هيك بقول انت كان حس القياده باتجاه فسحات من الفرح والبهجه والهي. لما صرتي رئيسه قسم تمثيل